سرير من الحجر وما بيتعبش، اقلب ايدي على كرتون وما يتحرقش، واشيل فيل بصباع واحد، وطفي النار بالنار. حلم ده ولا علم؟ علم، وعلمي جدا كمان، بس أغرب من الخيال. ولا في الخيال. أهلا بيكم في بودكاست ولا في الخيال. لو أنا قلت لك مرة إنك ممكن تقعد على سرير من الحجر وتنام عليه وتكون مرتاح، تصدقني؟ طيب لو أنا قلت لك إنك لما تقعد على سرير من الحجر تنام عليه ويكون أريح من سرير من الأسفنج أو حتى من ريش نعام، تصدقني؟ طب تعالوا مع بعض نشوف إزاي يحصل الكلام ده. في قاعدة علمية بتقول الفورس تساوي الستريس على الاريا، قوة بتساوي الضغط على المساحة. كل لما تكون المساحة كبيرة الضغط يقل عليها. بمعنى لو انت او انتي قعدتوا على كرسي مسطح، خشب مسطح، اكيد القعدة مش هتبقى مريحة زي لو انا جبت للكرسي دوت مسند نسند عليه ظهرنا، القعدة هتبقى مريحة اكتر. طيب لو حطينا للكرسي دوت مساند نحط عليها ايدينا كمان، طيب لو خلينا ظهر الكرسي اسفنج او مادة مطاطية كاوتش شبك، ونفس الكلام عملناه في القعدة ونفس الكلام عملناه في المساند، مش بيبقى اريح؟ اهي نفس الفكرة دي فكرة السرير اللي من الحجر. السرير اللي من الحجر جابوا كتلة من الطين وقعدوا عليها الانسان وياخد الطين النتوءات اللي طالعة من الجسم كلها، الكوع، الظهر، الرجلين، المقعدة، كل شيء، وبعد كده يقوم ويسيبوه ينشف ويرجع تاني ينام عليه. تخيلوا هيبقى شكله ازاي؟ هيبقى مريح جدا. هو اللي بيريح ان كل عضلة او كل عظمة بتطلع من الجسم تلاقي المكان بتاعها اللي على قدها بالظبط، فيبقى سرير اللي من الحجر اريح من سرير من ريش نعام. مش كده ولا ايه؟ نشوفكم في حلقة جديدة من حلقاتنا بودكاست ولا في الخيال. معكم دكتور حسن الزواوي. ولا في الخيال. مع تحيات حسن الزواوي.